وهلا والله بالطيبين حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ وهاي اليوم بعد ما كملنا السيارة قررنا نطلع انا وحسوني نصيد. هاي حضرنا العدة مالتنا مال الصيد، الجو ما شاء الله يخبل، فان شاء الله نحصل سمك وهم نفس الوقت نجرب السيارة. بس باقي بيها القزوز اللي ورا شوية مزعج صوته، لا سمعوه، همني راح له بس تبديل، وان شاء الله كل شيء تمام. هاي الاضوية كلها طافية، ضبطنا الشغلات كلهن، فظلت بس شغلة القزوز والتايرات الصيفية نشد لها الجدد وان شاء الله تكمل ماكو شيء. شنو رايك اليوم راح نصيد سمك؟ هسه دبنا هاي مال دود، دبنا هاي مال سنارات مال الصيد. لا مال الصيد، مال هاي مال راس مال الصيد. لو بخرج ها ايه، يقول لكم على السنارة مالته الراس مالها مكسور، فاشترينا لها راس جديد على مود نركبها هسه يم جارنا، على مود يقدر يشمر بعيد والخيط مالت السنارة ما ينقطع. فيلا خلينا نشوفكم يم جاري لاش، لان هسه هو جاي حاضر غراضه واحنا محضرين همين غراضنا هنا. حبايب قلبي، اذا يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات، يعني بعد ما نكمل السيارات نطلع بهن ناخذكم جولة هيك سريعة نتونس وياكم. اذا هم هذا الشيء عاجبكم اكتبوا لي بالكومنتات وتحطوا لنا لايك وشير ومتابعة اذا ما متابعنا، فهذا الشيء يشرفنا حبايب قلبي. ويا شباب وصلنا لعمو لاش، ما اعرف ايش كتير هاي تويوتا كلار. ها مثلا انت واي، انت بعدك ما عندك واي، انت ثلاث. بابا ما عندي هواي، هسه عمو لاش عنده هذني مجمعين من سنين، شوف ما شاء الله. بعدين تري هذني بابا هنا انا عندك العده، انا جبت هاي طلعت غلط. عندك هذني السنارات كل هذني انواع اشكال، ان شاء الله ربي يرزقنا بالسمكات. ها بابا شوف انت واي، بعدين دي كله واي، انا مسوي كبير تري واحد واي مثلا حدين السنارة. اي شوف احنا انا همينه. اها شوف ذاك بق. ذاك همينه بق هواي. ايه انت بق واي، انت بق شوي شوي نشتري نجمعهن. الله حسوني. بس خليه ينشف هذا بعدين كلار. هاي هسه ناضي، شو اسوي؟ اشمر بيها، جرب يلا هسه جرب شلون تشمر. ايه ناضي، ها ناضي. اي لان هاي عمود تشمر بعيد بيها. اوكي هو هسه نجربها، اذا زينه زينه، ما زينه ما تستعملها. بعد عمي التليهات. اوكي صون ما احب شد مالتك هذيك الثانيه، هي مالتك الثانيه نحطها لهاي. شنو اي على مود هاي نرجعها، ليش نخليها؟ بس خلينا نشوف، بس شباب خلينا نشوف شنو اللي صاير بالحديقه هسه، كبر هذا الثيل ولا لا. اعتقد هسه بيرفكت، ايه زين ما شاء الله، هسه جاي يصير زين. الايام مطرت، شوف القاع زين يعني مو ناشفه كلش، جاي يصير شويه شويه خضره من انا همينه. هذا شويه شويه، ها شويه بيه شويه، ها صعوبه يعني. ها بابا اي ما شاء الله صار كلش حلو. المهم ان شاء الله الاسبوع الجاي نقصها. اي بابا نتروسه، يلا حبيبي يلا عمود لاش منتظرنا. قبل لا نوصل موقع الصيد التحقت حية اسمها هوغورن، الطول مالها يصير من 50 إلى 70 سنتيمتر، وتوزن من 100 إلى 200 غرام، وتكون بمكانات حارة، والسم مالها يكون نسبة قليلة بس تكون خطرة على الأطفال الصغار. يا عيسى حقينها هذه شوفها. هاي سحقنا اتري شرطوبان
Jag tror jag har kört över. Jag ryggar tillbaka och ser. والله ايه وهاي شباب وصلنا المكان الحلو ده اما الصبا كينج داريا. هاي شوف هنا أنا بابا شوية بس نشوف. بعيد. يلا خلينا نجيب غراضنا ونرجع. Det er 2 fluer som gjelder her nede. Ja. Den der heter Zulu Silver. Speciella navn och grejer. Å, jævlig. Den der heter Telemarkskongen. Jaha. Den der heter Butcher. Og for en nøyaktig så heter den Bloody Butcher på grunn av den røde der. Ja, Det er god flue her. okej. Og de vi bruker det var den. يجيبه بقى. طبعا حسوني جاع هنا الحج لوش جاي يضبط لنا الشغلات. سنارة. هسه جينا هنا شوية اعتقد بق اليوم. هسه جاي نضبط الامور. وشرح لي على ذن السنارات والذبانات ما ادري شو يسمونهم ذن الدودات كل شيء مختلف. اشكال انواع ذن اللي مشتري هنا يعني ما اصطيد بيهن. هذني غلط مشتري. شوف الفرق شباب بين هاي وهاي. Du må ned på de her. Den størrelsen fluer er du bruker her. De der er oterflue. Okej, så det är helt på bärtur. Jag trodde flue var flue, men Oi, helvete. Du skal se de som har Så den- fluebøker, du. Som er helt tjukke som sånn. Ja. Fulle lina. Den her er jo bare noe der som er plukket med. يجي لك كتابة كل هذا الفلوات لازم تعرف شنو من نوع وشنو من سمكة واللي امتى يطلعن. يعني يقول لك هسه هاي النوعية اللي طاني اياها اللي هي هذا الدودات بيضا بالماي وبالليل مو يفرخن يطلعن البيضات على مود الطيور ما ياكلنهن فياكلنهن السمكات. فلين هيك يعني لازم واحد يعرف شو يصيد وشو يسوي. داي هاي اوكي عن بي شوية. طبعا هنا عمو لاش جاي يساعد حسين على مود يركب له السلبوح وما شاء الله عليه هو خبره يعني صار له سنين فحصل هواي السمك وهو جاي يعلمنا شنو الطريقه اللي نصيد بيها بهذا المكان لان هو يعرف بهذا المكان ويعرف شنو اللي يحب السمك والشغلات هاي. الحمد لله جاي نتعلم من عنده والجايات راح تكون احلى ونتعلم شلون نصيدهن وان شاء الله نصيد سمكات كبار وزينات. واحدة فلوس هذا ما يسمون مايك مو شيء يعني مايك هنا أنا جاي أعلمني الطريقة الصحيحة على مود أرمي الشص بطريقة صحيحة حتى السمكة ما تشك إنه هذا الشيء مو طبيعي. Tenk på den. Olle. En sånn lang, seig bevegelse. والحمد لله بعد ما علمني الطريقة الصحيحة الله رزقني بأول سمكة. وين راح السمكة؟ ها؟ أعدي؟ شوف سيدنا سمك. الله كم شوف سيدنا سمك حمار البابا. شوف سيدة شوف كبير شوية. شوف مثلا أشوف بابا سيد بعد ها سيدت. شوف بابا سيد بعد مرة. هسه بابا سيد هاي جيم واحد. هسه لاس ما سيد واحد لاس بس داير. بس شوف لاس سيد صغيرة بابا سيد كبيرة. Du får se, vi var oppe. الصراحة هاي السمكة ما عجبتني قاسية
وبيها هواية عظام ومو طيبة ما عجبتني. Plutselig så var Nei, men det slutta å bite. شوف يا بلتها بلت بابا سوى هداك مال سمك هو داك سكين ها بابا سكين مالته هناك تشوف شوف مثل بابا قوي بابا شوف سيد بابا تحت السكين شوف تحت السكين سكين مالته نسل انت تربى شوف بابا قوي شوف سيد بابا سمك مال هاي مال السكين بيتحله ها شوف اوكي انا اصور Panna i smør. صدق تعال طلع. ها تعال طلع. اعطيني الكاميرا. اعطيني الكاميرا. صدق Nå bare ta det med ro. نزل يديك شوي بقى. هيك يلا. يا وليدي علي اي اي صار حسوني سمكه دباك سنة ركاف High five. يه مبروك صرت سمكه اوي دنا سبيل قال ناس نهيلتين اوه اسود لا اسود اي شوف بابا. ساريك صوت شو انا سيدت هاي سمك هسه بابا قال دينا انا سيد أربعة ريب نوب هسه بابا سيدته هسه كمل هسه وخر هسه نشوف طريقة شلون ننظف هاي Torun der. Nede? Og det var altså sånn. Så tar du den fliken der. Sånn. Knekker den. Så har vi. Så kjører den. Sånn, og så sprøyter vi. شوف الشباب كليات مع الدراسة هاي الشباب شوف بس الجلد هذا شوف شباب سمش كله طلع ناضي صيدت اليوم تصدت واحدة اليوم ناضي هاي الشباب مثل ما تشوفون هاي القزوز اللي هم شادينه وصوت يسوي دوخة راس وهذا القزوز مال تويوتا القديمة اللي بدلناه بالكورولا من انا مقطوع هو زين نظيف بس عنده هاي المشكلة فسويت اني جبت له هاي البوري وعندنا وهاي القطعة الثانية هاي راح تجي هيجي هنا أنا نضبطها نسوي لحمها نوب تيجي هاي هيجي هم نضبطها والحمها حتى شنو يصير هذا العكس اللي هنا شوفوا شباب هاي منها جاي ورايح هيجي المشكلة بهذا هنا اكو روست فإذا الحم هنا راح شنو تنزرف من اللحيم فيظل السر بقزوز فأنا أحاول شنو أدخلها ليش قد ما أقدر لجوه من الحمها تكون يعني أحسن وما شاء الله السيارة كلش نظيفة من جوا يعني شوفوا شباب حتى أنا ما بيها لون جوزي مالت الصدى وهاي يعني ما شاء الله كلش نظيفة إذا تحسبها على ذيك الثانية فبيها هذا شوية منه بس شنو كلش قوي وحلو فحبايب قلبي اعذروني من التأخير ما جاي انزل فيديوهات لان جاي نحضر شغلات السفر وتعرفون انتم السفر يعني يراد له هواي تحضيرات وتعديلات بالسيارة والامور قبل لا واحد يسافر فانشغلت كلش هواي واعذروني وان شاء الله ما راح اقصر وياكم
واللابتوب اللي اشتريته همينه ان شاء الله ننزل لكم الفيديوهات اول باول، حتى واني كنت مسافر او اي مكان مثلا نقدر نشتغل ونضبط لكم الامور. واحب اشكركم شباب من كل قلبي على اللايك والشير والمتابعه والكومنتات الحلوه. ربي يحفظكم جميعا، واتمنى لكم صيف وعطله حلوه، وان شاء الله دائما نشوفكم بخير وصحه وسلام. وهذني همين الشباب جبت لها هاي، هذه انا ما اعتقد راح استعملهن، بس بهاي الجهه على مود شنو نقصصها على هذا البور اللي طالع من هنا، نشدها بالقفيز على مود يقدر واحد يطلع القزواز يفلته ويرجعه. بس هاي المنطقه كلها من هنا ومن هنا اكيد هسه راح نلحمها. وعندنا هذني اللاستيكات اللي راح يركبن هنا نسويهن، ونسوي لهن همينه مكان ثاني على مود نوخر هاي مالتها الاصليه ونشد هذني. يلا خلينا نبلش اول شيء نحك هاي كلها نوخرها هاي من هنا على مود شنو اقدر اركب هاي بمكانها والحمها براحتي. هاي شباب هسه شوف شلون صارت نظيفة حلوة مرتبة. هسه من نحطها على هذا اللحيم القوي من الحم ما عندها مشكلة، يعني هيك تجي هسه من الحم براحتي. هسه من اثبت هاي بمكانها النوب بعدين اقدر اقيس المسافة اللي اريدها وش قد اقص وش قد اقدر اخذ من هاي ونضبطها. تمام هيك تقريبا مناسب. هسه راح اوخر الشيال القديم على مود بعد اقدر اوزنها دنيها شويه لهنا وشويه ارفعها لفوق حتى شنو ما تكون ناصيه حيل. بس هي صارت اعلى من هذا البور اللي هنا، يعني زين العلو مالها، بس احنا نصعدها بعد شويه احسن لفوق. شوفوا شباب هسه اشوف هيك يعني يكون مناسب. هسه بعدين من نسوي العكس هنا نوخر هاي على مود نسويها على هذا البوري، والعلو مالها كل زين نشوفها من هاي الجهه. شوف هاي ناصيه هنا وهاي اعلى من عندها، فمن نشوفها من برا هيك مثل الاصل يصير، ومن ما يضايق التاير منا. واكيد هاي هسه من اسوي لها الشيال هنا اكيد اقدر ارفعها بعد، يعني عندي تقريبا 3 أصابع هيك. هسه احدد المكان اللي راح الحم بيه ونسوي لها الشيال ونربطها، فمن يثبت القزوز النوب اقدر اوزن البوري براحتي والحمه. هسه هاي حميتها ووجدتها هيك حتى شنو تجي هنا. وهاي شباب هسه لحمت هاي الاذان، وهاي هسه بس حاطها هيك على مود اوزن القزوز حتى يكون عدل. وهاي الجهه همين هسه لحمتها، وبعدين من اوخر القزوز اقدر اكمل الباقي والحمها عدل اذا اكو مكان مثلا محتاجه تلحم وهالشغلات هاي. وهسه يعني هسه من تصير ورا السياره تقريبا هيك شوف قزوز كانه اصلي، ومن هنا هم هنا صار مجال كلش حلو، ومن هنا بعيد عن التاير. هسه نقص هاي المنطقه هيك مثلا لهنا انا ابدي اقصها على مود اوزن المكان. يعني تشوفون المكان هذا الاصلي وهذا البور الجديد راح يجي هنا، فراح يدنا شويه هيجي. المهم يصير كلش تمام بعد ما اقص نهايه والنوب نشدها عليها تصير شغلتها مرتبه وحلوه. وهاي شباب بعد ما ركبتها هسه بمكانها قصيت هاي قصرتها شوفوا، وهاي اللي القطعه اللي كانت هنا مثل هاي هم قصيتها وقصرتها. فهسه هاي بيها هنا شوي وانا يعني معرضينها، فقدرت ادخل هاي داخلها هيجي. ويعني شوفوا الكسره مالتها صارت كلش حلوه ومرتبه، حتى من تباوع لها من هنا تشوفها صايره ويا الاصليه، يعني مثل ما من هنا همين البعد من هذا المكان همين ما يطخ. وهسه من هنا يجي القفيص يشدها على هاي حتى شنو اذا واحد يريد يبدلها بالمستقبل يفلتها هاي ماكو اي مشكله يقدر يشيلها. فهسه ننزل القزوز والحمهن ذني كلش عدل داير ما دايرها، والنوب اقدر اركبها واشد القفيص تخلص حتى نغسل السياره ونضبطها. وهاي شباب شوف شلون صايره الفتحه، شوف 100% تمام هنا وهنا همين كذلك. هذا البور القديم شوف
شوفوا هذا مرتب وحلو. شوفوا يعني مو كلش هواي فرق عن الاصلي مالها. فشغلتها حلوة صارت ومرتبة احسن من هذا. شوفوا منتهي هذا يعني حتى ذات الحمها هنا أنا مثلا ضبطها لهنا همينة ورا فترة مو كلش طويلة النوب هذا همينة يخرب. فهيك خلصنا من المشكلة. تصير شغلتها مرتبة. يلا خلنا نلحمها. وهاي شباب هسه كمل الحين من هنا ومن هنا. حطيت له هذا الإيبوكسي على مود شنو شوية يساعد إنه ما يزنجر المكان اللي لحمته. وهاي همين يا شباب كملتها من هنا. من زفتت المكان اللي حكيته لأن هو أصلا بيزفت على مود شنو ما يصدي بالمكان اللي لحمته وحكيته. شباب هسه ثبت وما يطخ بأي مكان. شوف ايش قد ما يلعب هسه ما عنده مشكلة. حتى هنا هسه كبس داير ما داير هاي المكان كله. يلا هسه خلينا ننزل السيارة. وهاي هسه شباب كملنا والحمد لله. بسم الله. وهاي اليوم الثاني شباب. شوية الشمس طالعة هسه نغسل السيارة نرتبها شوية. ولازم اسوي هاي ان هم لازقينها ما ادري شلون فلازم اغسلها واعدلها على مود همين اسويها وننظفها من جوا هسه نكنسها ونعدلها حتى تكون جاهزة. شوفوا شباب ما يبين لك زوز يعني صارت مثل الاصل. شوف الا تنزل لجوا يلا تبين شوية. فشغلتها حلوة ومرتبة. بعد ما نكمل هاي النوب نغسل الكرفان همين لازم ناخذها للشركة ونكملها على مود شنو نبدلها همين التايرات الصيفية ونبدل الدهن مالت المحرك حتى تكون جاهزة ان شاء الله ما بقى شيء ونشد الرحيل. يلا خلينا نبلش هسه بهاي وبعدين ننتقل هاي. حمودي لابس الجزمة همينة على مود يغسل وياي السيارة. طبعا نرش هاي المادة على هذه المكانات اللي بيها روست. بس هذا كله يطيح. شوف شباب راح.